تخيل إن أعظم بناء في تاريخ البشرية جاء من صدمة هندسية غيرت كوكب الأرض كله. تعالوا معايا أحكي لكم الحكاية من قبل ما يكون في أهرامات أصلا. زمان قبل الأسرة الثالثة، يعني من حوالي 4700 سنة قبل الميلاد، الملوك الفراعنة بتوعنا ما كانش عندهم أهرامات. كانت المقبرة عبارة عن حفرة في الأرض وفيها مصطبة واحدة من الطوب اللبن، حاجة كده بسيطة يا دوبك تبان من بعيد. وفضلنا على الحال ده سنين وسنين لحد ما جه ملك فرعوني وشغل دماغه. الملك ده اسمه زوسر. الملك سوزر كان معاه وزير عبقري اسمه امحوتب، اللي قرر ان هو يخاطر لاول مره ويستخدم الحجر الجيري بدل الطوب اللبن، وبدل ما يعمل مصطبه واحده عمل مصطبه وفوقها مصطبه اصغر لحد ما وصل ل6 مصاطب. وهنا عمل لنا هرم سوزر المدرج، ودي كانت اول مره البشر يبنوا بناء حجري ضخم بالجمال ده. بعد سنين جاء ملك اسمه سنفرو، وسنفرو يبقى ابو الملك خوفو. بنى اول هرم في ميديوم وانهار منه، وبعدها بنى هرم تاني في دهشور. وهو بيبني الهرم اتلاقى ان الزوايا كانت هتوقعه، فاضطر ان هو يعدل الزوايا من النص، وهنا ظهر لنا الهرم المنحني. بس سنفرو هنا ما استسلمش وفضل يحاول محاولات كتيره لحد ما بنى الهرم الاحمر. ده كان اول هرم في التاريخ كامل الزوايا، ومن هنا المهندسين عرفوا سر بناء الهرم الكبير. الاهرامات ما اتبنتش بالصخره ولا بالعبيد، الناس دي كانت صناعيه بجد. الاكتشافات الاخيره في مقابر العمال في الجيزه اكدت ان هم كانوا بياكلوا احسن اكل من فراخ او لحمه، وكمان كان ليهم رعايه طبيه كامله. يعني الحكايه بدات بحفره وانتهت ب 2 مليون حجر في الهرم الاكبر. الاهرامات هي قصه انسان قرر انه يتعلم من الغلط لحد لما لمس السماء. تفتكروا لو امحوتب كان خاف من الفشل من اول مره كنا هنشوف العظمه دي النهارده؟